الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها الإخوة المؤمنون. يعيش الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في نعم الله عز وجل، في النعم الظاهرة والباطنة، في النعم التي يعرفها والتي لا يعرفها. فالإنسان في هذه الدنيا مغمور بنعم كثيرة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من أجل النعم على هذا الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بثلاث خصال. هذه من أجل النعم. طبعاً بعد نعمة الإسلام والإيمان بالله ورسوله، هناك ثلاث نعم هي من أجل النعم أخبرنا عنها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه. وهذه النعم قد لا يتصورها كثير من الناس، مع أنه يتقلب فيها بنعم الله. نعمة الأمن، ونعمة الصحة، ونعمة لقمة العيش. ونحن اليوم والبلد بفضل الله عز وجل تعيش في هذه الذكرى الطيبة الكريمة نعمتان عظيمتان: نعمة الاستقلال والتحرير، تحرير الوطن بعد أن ذهب، وعودة الأمن بعد فقده، وعودة العيش بعد ذهابه. ولذلك تعد هذه من أعظم النعم التي يجب شكرها، والتي يحق الفرح بها. وليس بدعاً أن يفرح الإنسان بتحرير وطنه أو باستقلاله أو بعلوه وازدهاره، فإن ذلك معدود من جملة النعم التي أمر الله عز وجل بالفرح بها، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل نعمة ينبغي للإنسان أن يفرح بها، وهذا الفرح سأتكلم عليه وعن مظاهره وعن ما يحبه الله من الفرح وما يذمه. أما الفرح فقد فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مكة والعودة إليها بعد أن خرج منها مضطراً، فرح بها وخضع لله عز وجل ودخل وهو منكس رأسه، اعترافاً بأن الفضل لله، لا لهؤلاء الرجال الذين معه، ولا لفلان ولا لعلان ولا لتلك المعاقدات ولا للمعاهدات، إنما لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نحن يا محمد يا رسول الله من فتحنا لك مكة التي استعصت عليك أكثر من
23 عاماً: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. فالفتح والنصر من الله، ولذلك ما دخلها صلى الله عليه وآله وسلم أشراً حاشاه، ولا بطراً، ولا مختالاً حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما نكس رأسه وعفى عمن ظلمه وعفى عمن قاتله، وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قدرت عليكم اليوم وأصبحتم تحت يدي وتحت رجالي هؤلاء الأشاوس، وقد كنتم تسحبون بلال وتعذبون عمار وتضعون السلع على ظهري في الصلاة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فرح عليه الصلاة والسلام حينما وصل المدينة، فسأل اليهود ووجدهم يصومون يوما من الأيام وهو يوم عاشوراء. قال: لماذا تصومونه؟ قالوا: شكرا لله على أن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده. وهذا فرح، ومن مظاهر هذا الفرح أن صاموا لله عز وجل شكرا. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، وقال: نحن أحق بموسى منكم. هذا فعل جميل وفعل مشروع، فصامه وأمر الناس بصيامه. ففرح صلى الله عليه وآله وسلم باليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده وأنجى موسى وقومه. ولما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب صوم يوم الاثنين، قيل: يا رسول الله، لماذا تصوم يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فجزاء هذه النعمة الكبرى التي هي مولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن صام هذا اليوم شكراً وفرحاً لله عز وجل، وسن للأمة صيامه. وفي هذا أيها الأحباب في الله مشروعية الفرح بالنعمة. كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على هذا الإنسان ينبغي أن يقابلها بالفرح. وهذا الفرح هو الذي ليس فيه أشر ولا بطر ولا كبر ولا خيلاء ولا غرور ولا ظلم ولا بغي ولا إسراف ولا تبذير، إنما هو الفرح بمعنى إيكال هذه النعمة إلى الله والتسليم الكامل لله، ومعرفة أن هذه النعمة هي من الله وإلى الله، ولولا الله لما كانت. هذا أول مظهر من مظاهر الفرح، أن يخضع الإنسان، أن ينكس رأسه لله لا لأحد، أن يجعل هذه النعمة مردها إلى الله. ولذلك قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بماذا يفرح؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا أيها الأحباب المفهوم الغائب اليوم إلا من رحم الله. اليوم يغيب عن أفهام الناس وعن أذهانهم أن ما كان وما صار وما حدث كل ذلك لله لا يشاركه فيه أحد. هذا أول مفهوم يجب أن نستحضره في مثل هذه الذكريات، وهو أن ذلك من الله وإلى الله. إذن أيها الأحباب في الله، إيكال أمر النعمة إلى الله عز وجل هذا أول ما يجب على الإنسان أن يستحضره في مثل هذه الذكرى. الأمر الثاني الابتعاد عن الفرح المذموم،
وهو الذي يصاحبه شيء من الكبر أو الغطرسة أو الاعتداد بالنفس أو بالهوية أو بالجنسية أو بالجواز أو بالأرض، كل ذلك مذموم عند الله، كل ذلك لا يحبه الله عز وجل. ففرح قارون فأهلكه الله بسبب فرحه، وفرح قوم عاد فأهلكهم الله بما فرحوا به. قال الله عز وجل عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. أحسن، فإن جزاء الإحسان الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إلى أن قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن سبب هلاكه هو ذلك الفرح المذموم، ذلك الفرح الذي نسب فيه ما هو فيه من النعم إلى نفسه وإلى قوته وإلى العلم الذي لديه وإلى الشطارة التي ملكها. إنما أوتيته على علم عندي، وكلمة عند مهلكة، وكلمة لي مهلكة. فقارون قال عندي فأهلكه الله، وفرعون قال لي فأهلكه الله. قال الله عن فرعون: قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله عز وجل فما نفعته. وقال إبليس أنا، فأهلكه الله بأنا، قال أنا خير منه. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يتجنب أنا ولي وعندي إذا كانت من باب الفخر والعجب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل في مثل هذه المناسبات العظيمة. أيضا ينبغي للإنسان المسلم أن يتذكر النعم التي هو فيها، ومن أجلها كما بدأنا في أول الحديث نعمة الأمن. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه. فنعمة الأمن من أعظم النعم التي ينبغي أن نداوم على شكرها وأن نسأل الله دوامها. فكم من أمة فقدت هذه النعمة فأصبحت شريدة طريدة هالكة. امتن الله عز وجل على قوم من الأقوام فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عبد الرحمن خذ عمرو. امتن الله عز وجل على قريش بأنه آمنها من الخوف، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم